الاستاذ خالد البلطان. استقال في البدايه ذكر مدرب فريق قبل قليل برودوم انه الاهلي فاز بهديه يونانيه من السماء، تأيد المدرب على كلامه؟ اولا اقول مبروك لاخواننا اشقائنا النادي الاهلي، و لانه علق كثيرا حقيقه على المباراه، لان المباراه اليوم انا شفت مباراتين، مباراه في بدايه الشوط الاول حتى قرار الطرد الظالم، ومباراه بعد ما تدخل الحكم وبقرار تقديري اكيد انه قدره تقدير خاطئ وغير مجرى المباراة بالكامل. قبل المباراة لا أعتقد أحد عنده شك أن الشباب كان مسيطر سيطرة تامة، وكان قاب قوسين أدنى ينهي الوضع بالشكل اللي شفناه. ما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كرة القدم، وهذه شيء يعني مأساة أنك تتعب وتجتهد ويكون عندك حافز كبير للفوز وحافز كبير انك يعني تنافس على كأس سمو ولي العهد، ويكون الوضع بهالطريقة. وضع يعني اذا كان وضع الحكام الاجانب اللي جايين نتعلم منهم وجايين نشوفهم وجايين نبعد الحساسيات بهم يكون وضعهم بالشكل هذا، انا اعتقد نلغي فكرة الاستعانة بالحكام الاجانب. افضل على اقل تقدير الحكم السعودي حتى لو اخطأ، ويوجد اخطاء والطرفين يخطون، يوجد اخطاء تقديريه للحكم السعودي، لكن الحكم السعودي جالس على الاقل يبغى يحافظ على سمعته، يبغى على الاقل يواصل، يبغى على الاقل اقل تقدير يتعلم من خطأه. لكن الرجل الان اخذ مكافأته ومشى وخلاص، ما عاد نشوفه، كنا نشوفه بعد سنه ولا بعد سنتين ولا ما نشوفه حتى. فالوضع اذا ما يجونا حكام مميزين من دول مميزه ومن ناس نستطيع نتعلم منهم، نستطيع ناخذ منهم، لكن بالطريقه ذي انتم شفتوا الفاول اللي على عمر الغامدي، لم أشاهد طرد أغرب منه في حياتي إطلاقا. ممكن الحكم عنده تقدير آخر، ممكن اليونان يبون يغيرون قانون كرة القدم، أنا ما أعرف، أنا أعرف أنهم بيغيرون عملتهم، لكن بيغيرون قانون كرة القدم هذا القانون واحد. فأنتوا شفتوا كوماتشو لم يعني يحدث له عليه مثلا تهور، لم يحدث عليه مثلا والله دخول للعلاج، هي ضربة بسيطة. أعتقد أقصى ما يستطيع عمله هو كرت أصفر، لكن طبعا بعدها تغيرت المباراة كلها وانقلبت المباراة وصرنا نشوف مباراة ثانية. أخطاء تحكيمية أنا ما للأسف أنا ما أبغى أتكلم كثير، لأني ما أبغى أتكلم وأنا يعني في حالة غضب، ولا أبغى أتكلم في حالة قد تحسب على شخصي إني بتكلم كلام ما كل ما يعرف يقال. سنسكت، ولغة الصمت أحيانا هي لغة احتجاج، ولكني أقول سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد الآن أنا فهمتك فقط. نعم، يعني استاذ خالد، يعني تعزو السبب الاول اللي خسارة الشباب اليوم الى ماذا؟ في المباراة الأولى ولا الثانية؟ في مباراة الشباب والاهلي اللي شفناها قبل شوي. في المباراة الأولى الشباب لم يخسروا المباراة، بالعكس كان مسيطر سيطرة كاملة، وكنا يعني حنفوز على الأهلي بكل معطيات اللي شفناه. بعد قرار الطرد الجائر وبعد قرار الطرد اللي غير مجرى المباراة، خلاص واضح المباراة راحت للأهلي، لأنه أصبح هناك ضغط، وأصبح هناك أكثر عددية وأكثر سيطرة، وأصبح الموضوع بالنسبة لنا يعني مع أن لاعيبة نادي الشباب سووا اللي عليهم وكانوا أبطال، واشكرهم فرد فرد وأدوا اللي عليهم وتحملوا الضغط وتحملوا النقص كلهم، واشتغلوا شغل طبقوا اللي عليهم، وكادوا ممكن يحسموا المباراة، كان ضيعوا فرص حتى، وكانت حتى أثناء المباراة كان في تنافسية عالية رغم الطرد. ولكن مش كل الأشياء مثلا تخطط لها، مش كل شيء تعمل له وتتعب عليه، يتصادفك أحيانا عقبات خارج الإطار العام، خارج إطار تكون أنت مخطط له، خارج إطار كرة القدم، شيء من عند ربك يجي حكم يغير مجرى المباراة، خلاص آمنا بالله ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومؤمنين بقضاء الله وقدره. طيب ابو الوليد، ممكن انت فهمت كلام سمو الامير عبد الرحمن مساعد، بس الجمهور ما فهم الكلام، يعني ممكن توضح لنا انت ابو الوليد؟ خلاص ما عليه، ممكن المرات القادمه نفهمها. اليوم انا هذه رساله خاصه لسمو الامير عبد الرحمن مساعد، اقول انا الان فهمتك. والجمهور ما فهم؟
بعدين ممكن إذا استمر الشكل هذا ممكن نتكلم. طيب ابو الوليد، يعني لو خرجنا عن المباراه هذه، اداره نادي الشباب استطاعت ان تستقطب جيرالد ويندل، مع ان الاداره الاتحاديه او فريق الاتحاد لديه مناسبه قادمه يوم الجمعه القادم، مباراه نصف النهائي امام فريق الهلال، كيف استطاعت الاداره الشبابيه استقطاب مثل هذا اللاعب؟ يعني الحقيقة أنا طلب المدرب طلب اللاعب بالاسم، طلبنا اللاعب تشيتي من بلجيكا المهاجم ستاندر ليج، وكان فيه تمسك فيه نادي ستاندر ليج، فاحنا اخذنا الان جيرالد وولن من على توصيه المدرب، والمدرب يرغب في اللاعب، واحنا انهينا بشكل واضح مع الاداره الاتحاديه. اشكر اللواء سعاده اللواء محمد بن داخل، حقيقه كان متفهم وكان يعني يرغب في بيع عقد اللاعب، واحنا اشترينا عقد اللاعب من نادي الاتحاد. اشكرهم كلهم. نقدر نقول هو بديل لتفاريس ام يا ترى؟ الكلام الفني خلوه للمدرب، لا زال المدرب يدرس احتمالات كبيره في تفاريس. اللي قال لي تفاريس لن يتم تغييره، واللي حيكون التغيير الان هو تغيير لياتارا. اذا ياتارا جيرالد ويندل بديل لياتارا. نعم، جيرالد ويندل بديل لياتارا. نعم. شكرا لك ابو الوليد، ويعطيك الف عافيه، وهارد لك في المناسبات القادمه باذن الله، التوفيق للشباب. ما عليه، هارد لك. واقول لجمهور الشباب لا تزعلون، فريقكم لم يهزم في الدوري، لم يهزم في اي ظروف طبيعيه. جمهور الشباب يجب يرفع راسه، يجب معجبين ومحبين الشباب كلهم يرفعون راسهم. الفريق مفخرة، والفريق بيأدي اللي عليه وبيكمل إن شاء الله، وممكن أخيرة، لعل أخيرة. ممكن الراحة اللي بنرتاح الأيام هذه وكذا ممكن تأثرنا تعطينا ليفل أعلى في الدوري ومستوى أعلى في الدوري، وممكن اللي ينافسونا يستمروا يتعبون أكثر. هذه أشياء بيد العزيز الحكيم، لكن نبارك لأشقائنا يعني نادي الأهلي، الحقيقة ما لهم ذنب في الخطأ ولا لهم علاقة، لكن يجب يعرفون أنه لو استمرت المباراة للجميع، الكلام للجميع، لو استمر المباراة بوضعها الرتمها الأول وبدون أخطاء تحكيمية كان ممكن الكلام اختلف كامل. شكرا لك ابو الوليد. شكرا. السلام.